صباح الخيرات والجمجميات. ايه حكايه الفلوس اللي مجننه الدنيا كلها دي؟ اللي الفرنساويين قالوا عنها انها بتعمل كل حاجه في واحده من اشهر اقوالهم، لارجون في تو. واحنا كمان قلنا زيهم بس بالعربي. واللي الانجليز والامريكان خلوها بتتكلم وقالوا ماني توكس. وهي بصراحه موضوع بتتكلم دي بتتكلم وبتصرخ وبتزعق وساعات بتهدي. يا سلام كده على شويه فلوس زياده يهدولك بالك ويروقوا حالك. وده بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير. وانا كواحد عشت معظم حياتي المهنيه في القطاع المصرفي، يعني شغلي كله كان في الفلوس، شفت منها العجب. يمكن في وقت ابقى احكي لكم في حلقات جايه عن الحاجات الغريبه اللي حصلت لي. البدايه ما كانتش فلوس، لكن مفهوم الثروه كان دايما موجود حتى من قبل الفلوس. من ايام المقايضه اللي بدات حوالي 6000 سنه قبل الميلاد تقريبا. كان وقتها اللي عنده حاجات كتير يقدر يقايض بيها يعتبر غني وعنده ثروه، وياما هنا ياما هناك. وكانت المقايضه ممكن تكون بحاجات كتير، حيوانات، خضار، فاكهه، حبوب، لحد ما بدات المرحله اللي بعد المقايضه. احنا لسه ما وصلناش للعملات، في مرحله في النص حوالي 3000 سنه قبل الميلاد، وبالتحديد في بلاد بين النهرين اللي في خريطه عالم النهارده: العراق واجزاء من سوريا واجزاء من تركيا واجزاء صغيره من ايران، واللي بالمناسبه شهدت حضارات عظيمه زي السومريين والبابليين والاشوريين. ظهرت بدايه الفكره، فبدل مقايضة سلع بسلع بقت مقايضة سلع مقابل ذهب أو فضة. يعني كيس قمح مقابل 10 جرام فضة أو 10 جرام ذهب مثلا. وكان عندهم وحدة اسمها الشيكل، وكانت وحدة وزن حوالي من 8 ل 11 جرام فضة. هنا بنتكلم على وحدة اسمها الشيكل، مش اللي بالي بالك، لحد ما وصلنا القرن السابع قبل الميلاد. وظهرت أول عملات معدنية رسمية، ظهرت في مملكة ليديا في عهد الملك الياتس، والمكان ده في خريطة النهاردة في تركيا. وتخيل حضرتك اننا فضلنا نستعمل العملات المعدنية لمدة 1800 سنة. كل ده بنتعامل بالفك، دي كانت شيلة تقيلة قوي لو راح تشتري حاجة غالية. لحد ما في القرن ال11 بعد الميلاد ظهر ابتكار صيني في عهد ملك اسمه سونج داينستي. في عهده كان التجار بيشيلوا العملات المعدنية دي معاهم علشان المعاملات التجارية، وكانت العملات تقيلة، فكان الحل إنهم يسيبوا العملات دي عند تجار كبار أو أماكن زي مؤسسات، وياخدوا بدلها إيصال ورقي يثبت القيمة اللي سابوها عندهم. وده في رأيي يعتبر أول إيداع في التاريخ. الوصولات دي اتطورت بعد كده للفلوس الورقية المطبوعة. ورغم إن فكرة العملات الورقية المطبوعة تبدو لينا النهاردة فكرة عملية جدا، لكن تخيلوا إن انتشارها ما كانش بالسرعة اللي ممكن تتخيلوها. عندك مثلا السويد بدأت تستعمل العملات الورقية دي بعد الصين ب 600 سنة، يعني في القرن ال17 بعد الميلاد. وبقية أوروبا بدأت بعد كده كمان. بس تعرفوا إيه اللي كان مصاحب لكل خطوة؟ التزوير. يعني مثلا بداية العملات المعدنية كانت في القرن السابع قبل الميلاد زي ما قلنا. بعدها على طول في القرن السادس قبل الميلاد ظهرت العملات المعدنية المزورة، والعملات الورقية بدأت في القرن ال11 الميلادي. وبعدها على طول في القرن ال12 ظهرت العملات الورقية المزورة. يعني باختصار العملات المزورة بدأت من أكتر من 3000 سنة، ودلوقتي في منها قطع تعتبر آثار. طبعا أنا بعد السنين اللي قضيتها في البنوك عارف إزاي الفلوس بتتزور، لكن مش هقول لكم خوفا عليكم وعليا، هخلي المعلومة دي لنفسي. والحكاية ما خلصتش، احنا لسه بنبتدي. بس عشان كلامنا معظمه هيكون على الفلوس الكام حلقة اللي جاية، حبيت اعمل بالمثل اللي بيقول على القص دور، وده كان قص الفلوس. سلام عليكم.